السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما يكون ناقصكم حتى خير. نبداو الفيديو بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد غادي نتقاسم معكم فيه مسمن كيجي خطير بعجينه سهله وكتجي رائعه جدا وبحشوه اللي هي اقتصاديه وكتجي بنينه. الا كنتوا اول مره كتشوفوا الفيديو فما تخرجوا حتى تضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وهكا تشجعوني ان شاء الله نبقى نحط لكم مزيد ان شاء الله. وندوزوا المقادير اللي غادي نحتاجوا فيهم. عندنا 350 غرام ديال الدقيق الابيض اللي هو الدقيق الفورس، و30 غرام ديال الدقيق الفينو اللي هو الدقيق الصلب او السميد الناعم جدا. شحال من واحد كيسولني عليه اشنا هو الفينو، فهو الدقيق السميد الناعم جدا. غادي نزيد هنايا معلقه صغيره ديال الخل، انا درت الخل الابيض، نتوما ديروا اي خل متوفر عندكم. عندي هنايا الملح وكيبقى على حساب الذوق، غير هو ما نكتروش لانه مازال غادي نعمروه بحشوه اللي كتكون مالحه، يعني باش يجينا التوازن خاص العجينه تكون شويه هي هذيك في الملحه اولا ناقصه. صافي غادي نجمع العجينه ديالي بالماء دافي، ما يكون سخون بزاف. والعجينه هذه راه ما كتدلكش نهائيا، داكشي باش قلت لكم راه ساهله. صافي غير كنجمعها هكا، ماشي غادي ندلكها نيت وغادي نبقى ندلك فيها، غادي غير ندلكها شويه غير باش تجانس ليا، ما يبقاوش دوك التكتلات ديال الدقيق. صافي وتولي عندي واحد العجينه اللي هي منسجمه. صافي راه كنديروها في البلاستيكه، هي كترتاح وكتدلك راسها في البلاستيكه، يعني هذه راه ما كتحتاج لا مجهود لا حتى حاجه، ساهله. كيف ما شفتوها هي جمعتها. غادي ندهنها بشويه ديال الزيت. شوفوا لي القوام ديالها راه كتكون رطبه، ما كتلصق لا باليد ماشي قاصحه، يعني كتكون بين وبين. صافي دهنتها هنا بشويه ديال الزيت، غادي نديها هكا ونجيبها شويه باش يدخل معاها داك الزيت، وغادي نديرها في بلاستيكه اولا في فيلم اليمونتير وغادي نخليها كترتاح على خاطرها. بالنسبه للحشوه عندي هنا حك ديال الطون، فروماج حمر محكوك، الزيتون هنا خضر طحنته في الهاشوار مزيان بعد ما غسلته. عندي فلفله حمراء قطعتها مربعات، يمكن لكم ديروا حتى الخضره. عندي هنا بصله مشلضه كبيره، وعندي شعريه فيغميسيل، وعندي العطريه غادي نقولها لكم ان شاء الله، غادي نحضر معكم ونقول لكم العطريه اللي فيها. صافي هنا خديت انا واحد المقيله درت فيها الزيت العاديه وزيت الزيتون، غادي نخلي داك الزيت يسخن وضفت ليه هنايا البصله والفلفله حمراء، يمكن لكم تزيدوا حتى فلفله خضراء كيف قلت لكم. غادي نزيد الملح، وغادي نخلي ديك البصيله والفلفله كتشحر مزيان حتى يدبالوا. انا هنايا درت الفلفله حمراء لانها كتطلق مذاق زوين وكتطلق حتى اللون زوين. كيف ما شفتوها نتوما بعد ما دبالت، شوفوا البصيله اللون اللي خدات من ديك الفلفله كتولي بحال ليها حمراء. صافي هنا ضفت الزيتون خضر كيف قلت لكم، غسلته مزيان ودوزته في الهاشوار حتى ولا بحال هكا مقطع رقيق. وضفت العطريه هنايا اللي هي البزار، خرقوم، التحميره، البودره ديال الثوم والهريسه وقزبر ومعدنوس مقطعين. يمكن لكم تزيدوا حتى صوص صوجا، انا ما كانت متوفره عندي هنايا. صافي غادا نزيد هذاك الحك ديال الطون. الا زدتوا الصوص صوجا زيدوا معاها واحد المعلقه ديال البسطيله ديال الحوت، ديال العطريه ديال البسطيله ديال الحوت البيضه، راه كتجي فيها خطيره. انا درت معكم يعني الحشوه الاقتصاديه جدا ديال اللي ما عنده لا عطريه لا صوجا لا والو، غير هكا راه كتجي بنينه بزاف. صافي غادي نخلي داك هذا يدخل بيناتهم المقادير. غادي نزيد هنايا الشعريه فيرميسيل ديال الروز، رطبتها في الماء وصفيتها وقطعتها بالمقص. غادي نحركها شويه مع ديك العطريه، غير دخل معاها العطريه هكا وتشرب ليا المذاق. صافي وغادي نطفي عليها وغادي نخليها كترتاح جانبا حتى تبرد. وصافي هنايا العجينه كيف ما كتشوفوا بعد ما ارتاحت راها طلقات مزيان ودلكات مزيان في البلاستيكه، خدات الوقت الكافي ديال هذا للراحه، يعني قد ما خليتوها ارتاحت قد ما النتيجه كتكون احسن. هانتوما شوفوا تبارك الله البواقات، هانتوما اللي كدير باش تعرفوها راها مدلوكه رغم اننا ما دلكناها ما درنا فيها حتى مجهود. صافي هنا غادي نقسمها على جوج، غادي نخلي الكويرات يرتاحوا بين ما ذوبت الزبده. وبالنسبه للزبده انا هنا استعملت الزبده ديال المارغرين عاديه، الزبده ديال البواطه. الا عندكم الزبده ديال التوريق اولا الزبده ديال لده اولا ماماتي ولا بونا كيكون احسن. هو الزبده ديال التوريق كتعطيها توريق حسن، ولكن الزبده ديال المارغرين كيف ما خدمت انايا راهم جاو مورقين وجاو مقرملين جاو فنين. يعني خدموا باللي متوفر عندكم، ماشي بالضروره تخدموا بالزبده ديال التوريق ولا بالزبده سبيسيال ولا هذا اللي عندكم خدموا به. انا اقترحت عليكم حشوه اللي تقدر تكون عندكم في الدار ديما،
والعجينه حتى هي راه الفورص والفينو هادشي راه تيكون ديما عندنا في الدار، ماشي زعما شي حاجه اللي غادي نحتاجوها على برا. يعني نقدروا وقت ما تشهيناهم نوضوا نصاوبوهم، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. صافي هنايا سرحت العجينه ديالي حتى ولا كيبان ليا سطح العمل مزيان. وشوفوا العجينه تبارك الله مطاوعه ما كتقطع ما حتى حاجه. صافي غادي ندهنها بالزبده بعد ما ذوبتها. انا هنا استعملت كيف قلت لكم الزبده ديال البواطه. صافي غادي نسرحها على العجينه كامله، تتبان ليا بان العجينه كامله تغطات بالزبده. صافي وغادي نطويها على شكل مسمنه، غادي نربعها على شكل مسمنه. ومني تكونوا تربعوها حاولوا تجيبوا الاطراف عند بعضياتهم، راه كتجي بحال لاباط فويتي تماما. غير هادي بات فويتي بلا مجهود بلا حتى حاجه. لاباط فويتي راكم كتعرفوا كتبغي شويه ديال الخدمه، خاصكم تدلكوها وتخليوها ترتاح وتعاودوا ثاني تدلكوها بمدلك وتخليوها ترتاح فيها بزاف ديال الادوار. هادي لا، هادي كنديروها غير على شكل مسمنه مربعه. صافي وراه كيجينا فيها التوريق يا سلام. راه تقدروا تستعملوها في المالح وتقدروا تستعملوها حتى في الحلو. غير بالنسبه لك غديروا شي حاجه حلوه بحال كتعمروها بالتفاح ولا شي حاجه، ما تكثروش فيها الملح، ديروا غير واحد الرشيشه ديال الملح. صافي هنايا كنربعها وكنخليها كترتاح. غادي ندير نفس الشكل الكره الثانيه حتى هي. صافي وغادي نخليهم يرتاحوا مع حدا بعضياتهم غير واحد شويه باش ملي نطلقهم يجيوني ساهلين. كيف قلت لكم دابا مع الحال بارد راه الزبده دغيا كتجمع، والصراحه ملي كتجمع الزبده راه كتعاون بزاف على اننا نسرحوهم. وهنا الحشوه بعد ما بردات. صافي غادي نضيف ليها هنا الفرماج حمر محكوك. ديروا الفرماج اللي عندكم. بغيتو تزيدوا حتى موتزاريلا زيدوها، راه كتعطيها تعليكه زوينه. عندكم غير فرماج حمر ديروا غير فرماج حمر. صافي هنايا غادي ندوز باش نبدا نشكلهم معاكم. وبالنسبه للشكل لكم حريه الاختيار والتعبير، ديروا الشكل اللي عجبكم، المهم هو العجينه. يعني العجينه هي الاساسيه في هادشي كامل. الشكل راه كيبقى اختياري، تقدروا ديروهم مسيمنات مربعين، ديروهم دي سيغار، ديروا الشكل اللي بغيتو. انا هنايا سرحتها هكا على شكل مربع وقسمتها على 4. صافي وغادي نبدا نشكلها. الشكل الاول درتو على شكل سيغار، ها نتوما غادي نوريكم كيف درت ليه. حاولت هكا نرققها واحد شويه. صافي كناخذ الحشوه كنديرها هكا في الوسط وكنجمعها بشكل طولي. وانتم ديروا الشكل اللي والمكم، ديروا الشكل اللي جاكم ساهل وديروا الشكل اللي عجبكم، ما كاين حتى مشكل. المهم انني تقاسمت معكم العجينه اللي ناجحه وبمقادير اللي هي مضبوطه وكتجي واعره، كتجي حسن من الورقه البسطيله، كتجي حسن من كتجي مقرمشه وكتجي بنينه بزاف. صافي انا بعد ما جمعتها كنجمع ليها الجنيبات ديالها هكا بالفرشيطه، راه ما كتحل ما حتى حاجه. صافي وكنديرها في اللاطه اللي دهنتها بالزيت، ما فرشت ليها لا ورق الطبخ ولا حتى حاجه. من الاحسن انهم يطيبوا في اللاطه، منهم اللاطه ما يكونش داك البابي باش كيطيبوا مزيان وكيجيو مورقين مزيان. بالنسبه للثانيه حتى هي سرحتها وقسمتها على 4 ودرتها هكا على شكل مسمنه مربعه. يمكن لكم تخليوها هكا وديروا فيها شي زيتونه من الوسط. وشوفوا لي الفويطاج كيفاش داير. انا هنايا قلبتها درتها بالمقلوب. صافي هنا غادي نكمل هذوك المسيمنات كاملين معمرين، والحشوه راه جاتني لحد في القد، يعني عمرت ليا 8 ديال المسيمنات وجاو تبارك الله عامرين مزيان ماشي خاويين من الداخل. وانتم ديك الساعه راه قلت لكم حتى الحشوه يمكن لكم تفنوا فيها، عوض الطون ديروا الكفته تزيدوا معاها شويه ديال الخيزو محكوك وشويه د كورجات محكوكين. بالنسبه للوليدات وما كياكلولوش الخضره وكياكلوا بحال هذا المسمن يقدر يدير لهم خيزو كورجات لداخل محكوكين. حتى هذيك الحشوه كتجي بنينه بزاف، انا كتعجبني هكاك مع الكفته. تقدروا ديروها في هذا المسمن ولا ديروا بها حتى البريوات ولا لانيم كيجيو بها خطيره. ودابا راه جاي سيدنا رمضان، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه ان شاء الله يا ربي. هكا كنحتاجو بحال هادشي ديال المملحات. دابا راه غيكون الحال شويه بارد، ضروري من الحريره والشوربات ولي سوب، فضروري ما غادي نرافقوهم بشي حاجه مملحه بحال هكا. صافي انا بعد ما كملتهم كاملين دهنتهم بالصفر ديال البيض اللي ضفت ليه شويه ديال الخل، غير قطيرات ديال الخل باش تحيد ليا ديك الزفوره د البيض. صافي كندهنهم كاملين. شفتوا هذوك لي سيغار اللي عمرت وجا الشكل ديالهم صراحه زوين، جاو بحال شي كوميرات. صافي بعد ما دهنتهم كاملين كناخذ هكا موس يكون ماضي. صافي وكنشرطهم كندير فيهم هكا شريطات. ويمكن لكم دهنوهم عفوا ترشوهم بالزنجلان، ترشوهم بالسانوج، ديروا الشكل اللي عجبكم في التزيين. انا هنا خليتهم سامبل كيف ما دهنتهم شرطتهم. صافي دخلتهم الفران
قلت لكم داكشي اللي كاين عندي واللي جاني في بالي هو اللي درت. هانتوما شوفوا النتيجه تبارك الله، عرفتوا راهم مقرمشين، هنا راه باقا سخونه ما قدرتش انني نقيسها. عرفتوا راه جاو غزالين تبارك الله ما شاء الله. غير جربوهم ان شاء الله وغادي يعجبوكم. ايوا انا قلت درتهم اللهم نبارطاجيهم مع المتتبعات ديالي الغزالات هكا يجربوهم حتى هما يا لوليداتهم. هانتوما شوفوا تبارك الله التقرميشه راه كيجيو بحال لاباط فويتي. وكنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم ونال الاستحسان ديالكم. علاش كتبخلوا عليا باللايكات ديالكم وبالتعاليق ديالكم؟ اللي تفرج في الفيديو الله يرحم ليه الوالدين يخلي لي تعليق زوين ويبرك على داك الزر تاع اللايك، ما فيها باس، غير باش الفيديو هكايا يتشاف للناس بزاف، وهكايا بارطاجيوه مع العائله ديالكم. وهنايا وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنقول لكم السلام عليكم.